من القضاء على 8 عناصر إرهابية على الأقل، من بينهم قيادي مهم في كتيبة عقبة بن نافع في معتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من قفصة مراسلنا حافظ الطرابلسي. حافظ، مرحبا بك. بالفعل كما قلت، بناء على معلومات استخباراتيه وصلت الى الجهات المختصه حول تحركات مجموعه ارهابيه وعندها علاقه بعمليه باردو الاخيره، تم نصب كمين لهذه المجموعه مساء اليوم تقريبا مع 10 متاع الليل من طرف عناصر من الحرس الوطني وفرقه مقاومه الارهاب بقفصه مدعمه بعناصر من نفس الفرقه بتونس، وتم القضاء على 9 عناصر ارهابيه من بينهم قيادي بارز، وتم حاليا عمليه تعرف على هويه بقيه العناصر. الكمين هذايا تم نصبه على مستوى طريق جبليه تربط بين معتمدية سيدي عيش وفريانة، وتتواصل حاليا الى حد الان عمليه تعرف على هويه بقيه الجثث اللي مشوا تحويلهم الى المستشفى الجهوي بقفصه. اذا كان هذا مراسلنا من قفصة حافظ الطرابلسي.